خلصت دراسة أعدها مركز واشنطن للشرق الأدنى بأنه يستوجب على الإدارة الأمريكية التوسيع في الشراكة الشاملة مع الجزائر، حيث قالت بأن رغبة الجزائر الدائمة في التوازن والاستقلالية قد توفر فرصة لأمريكا للتقرب أكثر منها. هذا من جهة، ومن جهة أخرى تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على صادرات الأسلحة التي تعتزم موسكو تزويد حلفائها بها، وكاقتراح قدمه التقرير للإدارة الأمريكية بأن العلاقة التي يمكن أن تجمع الجزائر بأمريكا وسحب صداقتها من موسكو هي التعاون الأمني مع الجزائر بذريعة محاربة الإرهاب، مع الاستمرار في معاملة الجزائر كشريك، والعمل على خلق فرص أخرى لتعميق العلاقات بتسهيل إبرام صفقات عسكرية بين البلدين. موسكو من جهتها تناقلت الخبر بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستبذل قصارى جهدها لضمان تخلي الجزائر عن الأسلحة الروسية. وجاء في صحيفة الدايلي وردا على الأماني الأمريكية بأن روسيا ستبقى أكبر شريك عسكري للجزائر، مشيرة إلى أن سيلان لعاب أمريكا راجع للصفقات والعقود العسكرية التي ستتم بين البلدين والمقدرة بمليارات الدولارات. ومهما خلصت دراسات بأن الجزائر بين يوم وليلة ستغير شراكتها العسكرية من موسكو إلى واشنطن، يبدو ذلك خاطئا في ظل العلاقات التي ترتقي يوما بعد يوم بين روسيا والجزائر.